السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. قرعة الدور الثاني من الدوري المصري أو دوري المزاريطة أو دوري أو المسرحية الهزلية أو أيا كان الاسم اللي أنت بتسميه. يعني إحنا كنا داخلين ننام كده ومستنيين صلاة الفجر، فوجئنا إن الرابطة نزلت مباريات الدور الثاني وبدون قرعة وبدون ما الناس تعرف اللي حصل. وفوجئنا إن في ماتش ديربي يوم الثلاث. والله العظيم في ماتش ديربي يوم الثلاث. الزمالك هيواجه الأهلي في الدوري يوم الثلاث اللي جاي الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة. فجأة ما بدون اي مقدمات صحينا كده لقينا في ماتش عندك يوم الثلاث هتلاعب الاهلي. ازاي يا اسطى؟ وانا عندي ماتش بتاع فيوتشر يوم الجمعه. قال لك هو كده. طب انا عندي ماتش لسموحه يوم 14 مارس، يعني بعد ماتش القمه اللي هو يوم 11 مارس بثلاث ايام. قال لك هو كده. فاحنا للاسف في وسط مسرحيه كبيره جدا. واضح ان الدوري ده يا جماعه والقرعه مفيش قرعه، ده بالحب. ديت قرعه حلمنتيشي واتنصب علينا كده بسم الله ما شاء الله. والزمالك عنده ماتش يوم الثلاث مع الاهلي. والله العظيم النهارده الخميس عندنا ماتش يوم الثلاث مع الاهلي. الزمالك عنده اضرار. الزمالك عنده اضرار. الزمالك عنده يعني مضرور بشكل كبير جدا، لان الزمالك عنده غيابات هنتكلم فيها دلوقتي. الزمالك عنده لسه المدير الفني بيحاول يتعرف على الفرقه. الزمالك اكيد هينضر. فتقريبا كده اللي حاطط جدول الدوري واضح جدا ان هو عاوز ينهي المنافسه. انا قلت لك ان هو مش هيخلي المنافسه تروح للاخر. ليه؟ لان الاهلي عنده كاس العالم للانديه، فالاهلي عاوز يريح لعيبته، فهو مش هيفضل يلعب لحد شهر 6. ده الراجل هيسافر امريكا شهر 6، فهو عاوز يخلص الدوري من الاول. فعشان كده هتلاقي زي ما قلت لك الماتش الاولاني للاهلي في الدور الثاني الزمالك، بعده ماتش بيراميدز. فهو عاوز بص من الاخر كده نخلص على الدوري. الاهلي يكسب الزمالك، كسب بيراميدز، الاهلي بقى خلاص بقى المنافسه قربت، يقدر ان هو يخلص الدوري. وطبعا التحكيم مش هيتوصل. نروح طبعا تكونوا معايا في مباراه الزمالك في الدور الثاني. اول ماتش يوم 11 مارس اللي هو ماتش الاهلي زي ما قلت الساعه 9:30 في بتوقيت القاهره. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق الزمالك عنده اضرار هنتكلم فيها. هقول لك مباراه الزمالك. الماتش الثاني يوم 13/4 حرس الحدود، ولكن الزمالك ده في الدوري. الزمالك عنده ماتش الكاس بتاع فيوتشر يوم الجمعه. ما اعرفش هل الزمالك بقى يطلب تاجيله. ويقال ان الزمالك هيطلب تاجيل ماتش الكاس بتاع فيوتشر اللي هو يوم الجمعه عشان الاجهاد وعشان احنا اصلا مش ناقصين اصابات، لان الفرقه كلها اصلا فيها اصابات وفيها غيابات هتاثر على نادي الزمالك. كمان الماتش الثالث المصري يوم 5 ويوم 1/5. البنك الاهلي يوم 5/5. سيراميكا كليوباترا يوم 9/5. بيراميدز يوم 13/5. ده الماتش السادس. بتروجيت يوم 24/5. واخر ماتش في الدوري هيكون فاركو يوم 6/1. ده طبعا ماتشات الدوري. لسه عندك ماتشات الكاس. المفروض الزمالك كان هيلعب مع فوتشر يوم الجمعه، لو كسب كان هيلاعب يوم 14 مارس اللي هو سموحه في نصف النهائي تقريبا. يعني الزمالك كان عنده اكتر من ماتش في الكاس، وعنده في الشهور اللي جايه دي شهر 3 وشهر 4 عنده ماتشات في كمان في كاس الرابطه وكاس مش عارف ايه في بطوله جديده جدا كلنا عارفينها. دي ماتشات الزمالك. نروح لماتشات الاهلي. ماتشات الاهلي هيلاعب الزمالك اول ماتش، تاني ماتش بيراميدز، تالت ماتش بتروجيت، رابع ماتش حرس الحدود، بعد كده المصري، بعد كده سيراميكا كليوباترا، بعد كده البنك الاهلي، واخر ماتش برضو للاهلي هيكون فاركو. فتقريبا كده الزمالك والاهلي هيلعبوا فاركو يعني تقريبا اخر ماتش هيكون فاركو. اخر ماتش هيكون فاركو. اتوقع في حاجه غلط هنا بالنسبه للمباراه اللي هم حاطينها، ولكن انا بقول لك قرعه حلمنتيشي، مسرحيه الدوري المصري، مسرحيه دوري المزاريطه. بدون انا متاكد ان مليون في الميه مفيش قرعه. هم حاطين ماتش الزمالك بعد اسبوع عشان الزمالك يعني خلاص هم عاوزين ياخدوا الثلاث نقاط. هم واضح جدا الدوري متوجه، وانا قلت لك الدوري متوجه وعايزين ينهوا المنافسه وحصل. واللي بيحصل في القرعه ده اسمه كارثه، مصيبه، عهر، فجر، زي ما تسميه سميه. واضح جدا ان احنا ما عندناش حد بيتكلم ولا حد بياخد راينا في حاجه ولا حد عندنا بيعترض. زي ان انتوا تعملوا القرعه فجاه ما مش عارفين اللي حط المباريات دي حطها. هل مثلا الخطيب هو اللي حاططها كده بالترتيب ولا مين اللي حاططها؟ ما نعرفش لان ما شفناش قرعه اتعملت. واحمد دياب كان طلع في برنامج من 3 ايام وقال لك لا ده الاولاني هيلاعب التاسع والتاني هيلاعب الثامن والتالت هيلاعب السابع اللي هو كان فاركو. الزمالك كان المفروض يلعب فاركو، والاهلي كان المفروض يلعب تقريبا الحرس حاجه زي كده، وبيراميدز كان المفروض يلعب بتروجيت تقريبا. فجأة ما لقينا القرعة اتغيرت وصحينا ان القرعة اتعملت والزمالك هيلاعب الاهلي يوم الثلاث. يا اسطى انا مش هلحق يا اسطى. طب هتجيبوا حكام اجانب؟ يقال ان اللائحة بتقول لك ان الحكام الاجانب هتيجي قبل الماتش ب 15 يوم، فالماتش باقي عليه النهارده 6، الماتش باقي عليه تقريبا 5 ايام. تخيل ان انت يعني انت مش مستوعب. تقريبا هم نزلوا القرعة بعد الفجر عشان الناس ما تشتمش، عشان الناس تكون صايمة. لكن انا بالنسبه لي ده عبث، عبث من ضمن العبث اللي بيحصل في الكره المصريه. يعني ايه هلاعب الاهلي يوم الثلاث؟ يعني مش فاهم. وانا رايح العب ماتش ودي يا اسطى؟ هو دوره رمضانيه؟ انا مش فاهم. انا بالنسبه لي في حاجات كتيره جدا غلط. اضرار الزمالك، اضرار الزمالك عنده غيابات كتيره جدا. عندك ناصر منسي، الراجل قال ان هو عنده شد في الضمه تقريبا، مش عارف هيلحق ولا لا.
احمد الجفالي هيغيب يا جماعه بنسبه كبيره جدا، الراجل بيقال ان هو عنده خلاص تمزق في الخلفيه، ده هيغيب اكتر من شهر. محمود جهاد ما اعرفش، واخد طلقه تقريبا لسه ما رجعش من ماتش قبل ماتش بتروجيت، هو لسه ما رجعش. احمد فتوح ما اعرفش ايه وضعه، فدول كلها غيابات، وربنا يستر بقى لو الزمالك لعب ماتش الكاس بتاع فيوتشر اللي هو يوم الجمعه. يعني انت ممكن تلعب ماتش فيوتشر في الكاس يوم الجمعه وتوصل لحد 120 دقيقه مع فيوتشر، وبعد كده تلعب الاهلي يوم الثلاث، فانا بقول لك الاهلي هيكسب. واضح جدا ان هم عاوزين الزمالك في الوقت الحالي. الزمالك في اضعف حاله ليه، الزمالك في اضعف حاله فنيه، الزمالك عنده غيابات كتيره جدا. ناصر منسي الاسطوره غايب تقريبا، اللي حط القرعه قال لك يا باشا نستغل الناصر مصاب. انا مش متاكد صراحه النصر هيغيب ولا لا، ولكن يقال ان هو عنده شد بقى 5 ايام. هل الشد ده بياخد اسبوع 10 ايام؟ هل هيلحق يخف؟ اتمنى ان ناصر منسي يكون موجود، راجل كعب وعلى في ماتشات الاهلي. ولكن تحس ان الناس كده خدتنا كده يلا يلا سلق بيض، يعني ايه يا اسطى ما لحقتش؟ ما اعرفش، ولكن نتمنى ان شاء الله ربنا يوفق الزمالك. في ناس بتقول لك ممكن نكسب الاهلي ونكسب مش عارف ايه، يا باشا ما فيش. الاهلي المره ديت هيكون نازل مركز عشان عاوز يكسب. الاهلي هيكون عاوز يكسب، كولر هيكون عاوز يكسب بعد الحملات وبعد طبعا اللي اتعرض له من جمهور الاهلي، بعد ما الزمالك قدر ان هو يرجع قدام الاهلي، بعد الناس مسكت كولر قطعته، فكولر هيبقى نازل مركز، لعيبه الاهلي كلها هتبقى نازله مركزه، امام عاشور نفسه هيكون نازل مركز، اشرف بن شرقي هيكون نازل مركزين. يعني اشرف بن شرقي ما لعبش من اول الماتش، ده الماتش اللي فات اشرف بن شرقي نازل في الدقيقه حاجه و70. فالماتش ده اشرف بن شرقي هيلعب من اول الماتش، والاهلي ما عندوش غيابات، ولا في حتى عنده واحد عنده دور برد، ولا في واحد مثلا عنده كارت اصفر، ما عندهمش غيابات، كلهم موجودين وهيلعبوا. والزمالك عنده غيابات كتير، الزمالك عنده غيابات كتيره جدا. كون محمود جهاد ممكن يكون اضافه في نص الملعب، كان ممكن يكون عندك مثلا ناصر منسي، كان الجفالي ممكن يكون بديل، ولكن ما قدامكش، هتلعب بزيزو، هتلعب للاسف بشلبي. ولكن حتى الان هل هيلحقوا يجيبوا حكام اجانب؟ ما اعتقدش، او ممكن يجيبوا، او ممكن يكونوا مجهزين حكام اجانب، الله اعلم، لان باقي 5 ايام، باقي 5 ايام. فالزمالك لازم يطلب حكام اجانب، لان الماتش بتاع نادي الزمالك، فالزمالك لما يطلب حكام اجانب لازم يدفع فلوس بالدولار عشان الحكام يجوا. هل هم هيلحقوا يجيبوا حكام في 5 ايام؟ ما اعرفش، ممكن الزمالك يقول لك العب بحكام مصريين يا باشا ومشي الدنيا، الله اعلم. ولكن دي للاسف مسرحيه الدوري المصري، قرعه بالنسبه لي حلمنتيشي كده، مسرحيه وصلق بيت كده في ثانيه في ثانيه. الاهلي هيلاعب بالزمالك، وبعد كده بيراميدز، وبعد كده حرس الحدود. الزمالك هيلاعب الاهلي، وبعد تقريبا يعني اكتر الاهلي الزمالك هيلاعب الاهلي في اول ماتش في الدور الثاني. ممكن الزمالك يبقى عنده فرصه، ممكن لو الزمالك قدر ان هو يكسب الاهلي، ممكن الزمالك يبقى عنده فرصه، لان الماتش الثاني الاهلي وبيراميدز ممكن الزمالك يعمل رومونتادا. ممكن لو الزمالك كسب الاهلي هيبقى قرب المسافه ل4 نقاط، ولو كمان بيراميدز والاهلي الاثنين اتعادلوا مع بعض مثلا، او في صالح نادي الزمالك، فالزمالك هيبقى قرب شويه، بيراميدز هيضيع نقطتين، الاهلي هيضيع نقطتين، فالزمالك هيبقى قرب منهم كمان شويه. فهتبقى في مصلحه نادي الزمالك، ولسه الدوري ممكن يكون فيه للنهايه، لو امتد للنهايه ممكن، الله اعلم. ولكن ده متوقف على ماتش الاهلي. هل الزمالك هيعمل ماتش قدام الاهلي كبير جدا زي اللي حصل في الماتش اللي فات؟ اتمنى ان الزمالك ينزل بنفس الروح بنفس القوه، ان احنا ننزل نكسب الاهلي، وما ننزلش متخاذلين او مثلا مستهترين بالماتش. ممكن نكسب، ممكن نكسب لعل وعسى نعمل ماتش كويس قدام الاهلي، واتمنى ان بيسيرو يعمل نفس التشكيل اللي لعب بيه قدام الاهلي. ونتمنى ان شاء الله كل التوفيق، واتمنى بقى ان الجزيري، ولا لو النصر المنسي مش جاهز، اتمنى الجزيري بقى يكون له دور في الماتش ده، لان احنا ما عندناش للاسف، ما عندناش. فالجزيري هيلعب مصطفى شلبي هيلعب ناصر ماهر ممكن، ناصر ماهر ممكن يكون موجود في الماتش دوت. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للزمالك. لكن انا بقول لك الدوري والقرعه دي معموله في الوقت الحالي، والماتش ده معمول في الوقت الحالي عشان الزمالك مش في افضل حالاته، ده بالنسبه لقرعه الدوري المظبوط اللي احنا عايشين فيه للاسف. اتمنى ان شاء الله كل التوفيق للزمالك، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اشوفكم على خير، سلام.